الرعد ما صدق استحمى وجه نام على السرير. والله العظيم هو اللي نام لوحده هنا. يا سلام يا سلام، واخد راحته خالص، نضف طبعا. ايوه انا بتكلم عليك، انا بتكلم عليك يا عم الحاج امرأ، انا بتكلم عليك. معفن النضف، المعفن النضف. انت صاحي ولا نايم؟ بص امي ازاي صاحي ونايم، ده بيحلم ولا. رعودي رعودي، يا عم بطل متع، بطل متع، ما تتمتعش. انت نايم على السرير بتاعي ليه؟ ها؟ ايه اللي منيمك هنا؟ لا يا سلام، يعني تفلقي يعني. ايه اللي منيمك هنا يا رعد؟ رعد يا رعد، ايه اللي منيمك هنا؟ هو ده السرير بتاعك؟ ها؟ مكانك ده عشان تنام فيه؟ بصوا عينيه يا ولاد من ساعة ما استحمى عينيه مدمعة. جلوسي كأنه بيعيط. ممكن تقولوا. بصوا عينيه عاملة ازاي، بصوا عينيه مدمعة ازاي. انت الصابون دخل في عينك الشامبو ولا ايه؟ الشامبو دخل في عينك؟ مش معني بيعيط يا عيني يا ناس. واخد راحته على الاخر ونايم على السرير يعني، ومشكح انشكاح مفيش بعد كده. احمد حماه وبعد ما حماه طبعا دخلوا الاوضه بتاعتهم وسابوا طبعا. هو احنا مسحين دلوقتي. هو بصوا بقى، اول ما يستحمى ما يحللوش النوم غير تحت السرير. فانا طبعا شايله بقى مفيش حاجه تحت السرير اصلا، يعني شايلين كل حاجه. انا زي ما قلت لكم قبل العيد شلنا كل حاجه، يعني شلنا ساعه ما جينا ننجد، فكنا حتى السراير وشلناها وغيرنا وضعيتها، يعني حطينا الصغير في مكان الكبير، والكبير في مكان الصغير. فالمهم هو ما فيش غير قروانه كبيره كده اللي هي الطشت اللي بغسل فيه البطاطين، هو اللي موجود. فاحنا شلناه امبارح، مسحت بقى تحت السرير، ونزل بقى ايه ينام. اول ما استحمى راح دخل ينام تحت السرير. طبعا الاوضه انا هنا مسحاها على فكره، مش عارفه هي مش باينه ليه في الكاميرا. انا ماسحه الاوضه دي عشان الحر. والله ما عايزه افرش اي حاجه بسبب السخونه والحر. واحد زهق يا ولاد من الحراره والجو النار دوت يعني. ده انا ساعات عايزه اقول لكم ان انا يعني احيانا كده برش ميه واسيبها تنشف، يعني عشان الارض تبقى ساقعه وبرضه بتبقى سخنه. اول مره نشوف الحراره والسخونه بتاعت اللي مرت علينا السنه دي عمرها ما مرت علينا قبل كده. مش عارفين في ايه، والله ما عارفين. انا حاسه كده ان في حاجه غريبه بتحصل. درجه الحراره دي مش طبيعيه. احنا معروف ان بلدنا دي حار دافئ صيفا، دفيق قصدي بارد شتاء، بارد ممطر شتاء. يعني يعني دايما ايه، نحس ان هي معتدل كده، الجو بتاعنا كان معتدل،
يعني يوم ما نقول الجو سخن ما تبقاش وصلت درجة الحرارة لحاجة و40 كده. ده احنا دلوقتي بتوصل ل50 والواحد خايف والله لحسن الموضوع يتطور وتبقى ندخل في الغليان بقى. ربنا يستر يا ولاد. بصوا بقى لما انا ماسحه الارض بقى ومرطباها، فهو ايه نزل يقعد في الارض، نزل يقعد في الارض ونزل ينام في الارض. والله العظيم يا ولاد الحر ده بيخلينا مش عارفين ننام، يعني بيخلي عندنا ارق. وانا متهيألي ان الشعب المصري كله دلوقتي عنده ارق وقرف، يعني ارق وقرف كمان. ده بيقطعوا لنا النور دلوقتي ايه بالليل بقى، يختاروا الوقت الحلو قوي اللي هو الساعه 2 بالليل، 2:30 كده، 2:03 تلاقي النور تك قطع عليك. يعني بنبقى في عز النوم، يعني ممكن نبقى بقى عمالين نزق في نفسنا كده، واخده دش 15,000 مرة في اليوم عشان تعرفي تناميلك مثلا ساعتين. تبص تلاقي اول ما عينك تغمض كده تك تروح النور يقطع. لا وايه بقى، يعني الاجمل من اللي هما بيعملوه ده كله يروحوا مختارين بقى الوقت ده يفصلوا المية مع النور. طب احنا المفروض ان احنا الميه ما بتقطعش مع النور زي بحري، زي محافظات وجه بحري. يعني عندنا الضغط بيبقى عالي وزي ما قلت لكم هم اللي معليين. طيب الميه ليه تقطع مع النور؟ هو انا عشان قلت المره اللي فاتت ان النور لما بيقطع الميه ما بتقطعش عندنا، فراحوا مستقصديننا بقى اشتغلوا لي بقى في الازرق. الميه تقطع يروحوا مقاطعين النور. يعني حتى وانت حرانه عايزه تخش بقى تاخدي لك دش بقى تبردي جسمك شويه ما تلاقيش ميه. طب نعمل ايه؟ ده تعذيب ده ولا ايه بالظبط؟ مش عارفين والله. طب الحيوانات اللي زي كده يا ولاد تستحمل ازاي؟ ده جسمها عليه فرو. يعني حتى الجو اللي بره مش طبيعي، ما هواش يعني اللي متعودين عليه. كم حيوان، كم قط السنه اللي فاتت مات من السخونه وما كانتش بنفس درجة الحرارة بتاعت السنة دي. والله ربنا يستر. انا بخاف على رعد ده خالص والله. انا لما بلاقيه نام ورا الباب ببقى يعني بسيبه نايم عشان ورا الباب بيبقى رطب شوية. الله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. إلهي اللي بيفصل السكينة ان شاء الله السكينة تطلع من الجهاز اللي بيفصله ده وتدخل في قلبه، عشان هو تعبنا كلنا. مع اني ما اعتقدش ان هي سكينة واحدة، ده في كل محافظة شوفوا كام واحدة. والله العظيم يا ولاد انا عمري ما دعيتها لحد. يعني احنا بنقول في الاول وفي الاخر ان هم موظفين وعبد المأمور زي ما بيقولوا، بس يعني المفروض نحس ببعضينا. المفروض ان انت واحد مننا حاسس بينا. الاجهزة اللي بتبوظ دي ومين اللي بيعوضنا عنها؟